ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة جميلة جدا وكل الكبار والصغيرين بيحبوها. بس قبل ما نبدأ ونشوف المقادير اللي معانا نسمي الله ونصلي على الرسول. نشوف المقادير اللي معانا 3 كوبايات دقيق، كوباية عسل اسود، نص كوباية زبدة على سمنة، ومعانا هنا شوكولات شيبس ده مش هنحتاجه دلوقتي، ومعانا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا معلقة كاكاو ونص معلقة بيكنج باودر ورشة ملح وبكوين فانيليا. وتعالى يلا نبدا نشوف المقادير اللي معانا مع بعض يا حبايبي. جبنا بوله معانا كبيره كده عشان هنعجن فيها، ونجيب كوبايه العسل الاسود معانا ننزلها كلها كده. معانا الاسباتيولا ننزل بيها. على فكره ممكن تستبدلي بسكر بودره برضو بيبقى كويس جدا، بس احنا بندخل العسل عشان يبقى مفيد اكتر للولاد عشان الانيميا وكده. نجيب معانا البيضتين هنا يا حبايبي، نجيب معانا الباكيتين من الفانيليا، نضرب كله بالمضرب اليدوي كده. بسم الله. ده كله برضو احنا لسه محطناش السمنه معانا. نضرب البيض بس بالعسل كده كويس جدا. مننساش برضو احنا شغالين كده نسمي الله ونصلي على الرسول دايما الصلاه والسلام والسلام. نجيب الزبده معانا، عايزه تحطها زبده بس براحتك، عايزه تحط زيت، عايزه تحط سمنه برضو كله يمشي معاكي. انا حاطه زبده على سمنه. بسم الله. هخلط المكونات كلها مع بعضها كويس وارجع لكم. يا حبايبي رجعنا بعد ما دمجنا المكونات كويس جدا، ومعانا بقى ال3 كوبايات دقيق. هنحط اول كوبايتين والتالتة هنسيبها لما نشوف الدقيق هيلم معانا ولا لا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ندمجكم كلك هنحط هنا نص المعلقه البيكنج باودر ورشه الملح، ومعانا كوبايه الدقيق لو احتاجناها نحطها، واحنا هنحتاج كده كده يعني دقيق، بس عشان كل دقيق حسب النوع يعني. حبايبي دمجنا الكوبايتين كويس. هنحط نص كمان كوبايه كده، نحط دي بقى بالتدريج كده. ما شاء الله عجينه حلوه قوي والعسل فيها جميل جدا ومعزز الطعم. واحنا هنحتاج ال3 كوبايات بس لازم بنحط الكوبايه الاخيره دي بالتدريج. وهنتنينا نعجن فيها كده لغايه ما تبقى عجينه كويسه. هي ما بتبقاش ماسكه، بتبقى سايبه معانا شويه كده عشان هي بتفرش لوحدها في الصينيه. كده انا عايزين نص كوبايه الباقي. يبقى احنا كده مقاديرنا كويسه. هنشوف برضو لو احتاجنا دقيق هنحط برضو. انا قلت لكم برضو حسب نوع الدقيق، اي دقيق عندك تستعمليه عادي، مش شرط نوع دقيق معين. المرحله الجايه بقى استعمل ايديا عادي،
بس هلم بس شويه الدقيق. وهنا يا حبايبي رجعنا مع بعض، قسمنا العجينه في البولتين دي، هنعملها كده زي ما هي بالعسل الجميل ده. وهنا هنحط شويه كاكاو عشان نعرف العجينه خلاص بقت كويسه معانا. نكورها كده اهي ما شاء الله، بتبقى فيها تلزيقه بسيطه كده. وهنا خلاص خلصنا من الساده، وهنحط هنا على الكاكاو. نعجنها برضو كده زي ما انا قايله لكم، هي معلقه كاكاو. هلمها كويس وارجع لكم. حبايبي جبنا صينيه حطينا فيها ورقه زبده وشويه زيت كده، ونجيب بقى حته الكوكيز معانا كده. انا عملت واحده هنا بالشوكولاته ومتبقاش كبيره قوي، ونيجي ماسكينها كده حطيناها في قلب الكوكيز كده، في قلب الشوكليت كده، تبطيطه صغيره جدا. هي بقى بتفرد لوحدها في قلب الفرن. ما شاء الله عشان عجينه ناجحه ما شاء الله عليها، تبطيطه صغيره زي ما انا قلت لكم جدا كده. نعمل كمان واحده بالشوكولاته معاكم. اهي يا حبايبي خلص كل الكميه اللي معايا وهرجع لكم. الصينيه الكبيره دي معانا، الصاجه الكبيره دي، وكمان شويه في الصاجه الصغيره. هندخلهم دلوقتي الفرن على درجه حراره 180. هنولع الفرن من تحت بس ونرجع نوريهم. قرب يستوي معانا خالص، سايبينه بس 10 دقايق كده وهنطلعه على طول. هنطلعه هيبرد وبعد كده هوريه لكم. يا حبايبي خلصنا اهوت الكميه اللي معانا. طبعا احنا معانا لسه شويه كمان في الفرن، وهوريك شكله من جوه ما شاء الله جميل ازاي. وهتستنى عليه لما يبرد هيديك النتيجه احسن. طبعا هو لسه سخن برضه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع الف سلامه.